السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه الأخبار؟ رجعنا مرة تانية بفيديوهات عن الخطوط الملاحية، والنهاردة هنتكلم عن ال MSC. خط ال MSC هو من أهم الخطوط الملاحية، يكاد يكون هو رقم واحد أو رقم اتنين بالمناصفة مع ميرسك بأن هو أحسن الخطوط الملاحية. طبعا هو ليه عيوب، وأكيد أي حد شغال في مصر مع ال MSC عارف إيه هي عيوب ال MSC، بس النهاردة مش هنتكلم عن الجزئية دي. ان شاء الله هنعمل فيديو بيتكلم عن الخطوط الملاحيه وافضلها من ناحيه الكاستمر سيرفيس، من ناحيه التعامل، من ناحيه السيلز الموجودين، من ناحيه السبورت اللي بيحصل، من ناحيه مميزات معينه لكل شيبنج لاين. بس النهارده هنتكلم عن الام اس سي، نعرف ازاي نعمل كوتيشن، ازاي نجيب اسعار، ازاي نعمل الحجز بتاعنا، وازاي نسبمت الفاينل لو لحقنا. ان شاء الله خليكم متابعينا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ويلا بينا ونبدأ على طول. والويب سايت بتاعنا هو msc.com، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن عشان تخشوا عليه على طول دايركت. دي الانترفيس بتاعتنا على الويب سايت. الويب سايت بتاعنا بيتكون من اول جزء فيها هو التراكنج، تعرف تعمل تراكنج عن طريق الكونتينر نمبر او البوكينج نمبر. وبعد كده عندنا السكيدولز، لو انت عايز تجيب سكيدولز من مراكب سواء كانت من اسكندريه تحط البي او ال والبي او دي. وبعد كده بتحط التاريخ ببدايه الشحن اللي بتاعتك هتبقى جاهزه فيه. واخر حاجه هو الكونتاكت، لو انت عايز توصل لكونتاكت لدوله معينه للام اس سي بتكتب اسم الدوله وبتظهر لك كل حاجه. كل ده مش محتاج تسجل عليه. الجزء بقى هو ده ماي ام اس سي، هو ده الداشبورد الخاصه بكل اكونت. لما تيجي تعمل ريجستريشن زي ما اتفقنا كل واحد هيريجستر، وبعد كده نخش على الخطوه اللي بعدها. بنخش نحط اليوزر نيم، بعد كده بنحط الباسورد، اللوجن بتاعنا العادي زي اي ويب سايت. من هنا ده الانترفيس بتاعتنا، بيكتب اسم عمرو ويكتب تظهر لنا الداشبورد بتاعتنا، هو ده كل حاجه او المونيتور بتاعنا. اول حاجه بتبقى الداشبورد، وبعد كده الكوتيشن، بعد كده البوكينج بتاعتنا اللي عملناها، الشيبنج انستراكشن، البي جي ام، وبعد كده الفري تايم ستورج اند ديمرج، والدوكيومنتس المتاحه عندنا، والبروفايل بتاعنا اللي هو بياناتنا الشخصيه. نبدا باول حاجه هو الداشبورد. الداشبورد هو زي بيدي كده اوفر فيو عن الاكونت بتاعك او على اكونت الشركه عندهم. هو هنا مثلا بيقول لك كوتيشن، انت عندك 3 اكتف كوتيشن، انت واخد 3 كوتيشن اكتف لان الكوتيشن بتقعد 24 ساعه. والجزء الثاني انت عندك 3 بوكينج انت عملتهم، منهم سواء كان كونفيرمد، ديكلايند، او كانسلد. وبعد كده الشيبنج انستراكشن، لو في اي حاجه بيندنج محتاج تعملها سواء كان بي جي ام او اس اي. والدوكيومنتس المتاحه عندهم هي طبعا بتبقى موجوده من ساعه ما بدانا، وشويه نيوز واناونسمنت لو انت محتاج انك تشوفها او تعرفها. هنرجع خطوه واحده عشان نشوف وناخد خطوات الداشبورد او المونيتور بتاعنا. تاني حاجه هي الانستنت كود. الانستنت كود دي دي الجزء اللي بنجيب منه الاسعار. طبعا بيحط اسم الشركه بتاعتك، وتحت هنا هو طبعا نوع الكونتينر، بتختار دراي او ريفر. وعندك طبعا انواع الحاويات 20 و40 و40 هاي كيوب. انا هشيل الهايلايت من على 40 لان معظم الاسعار بتبقى 20 و40. الجزء ده الفاك هو الفريت اول كايند، والفريت اول كايند دي من الابريفيشنز اللي انا ببعتها للناس. لو حد محتاج يقدر يبعت لي على عمرو.شويل او عمرو.شويل@gmail.com. وطبعا بتحط هنا الاوزان، وبتحط بير كيلو جرام او بالرطل، وبتحط ميناء الشحن وميناء التفريغ، وهو اوتوماتيك بيكتب لك اسم الدوله لان ممكن يبقى المينا دي موجوده في اكتر من دوله، فدايما تركز في الحته دي قوي عشان الكوتيشن بتاعتك تطلع مظبوطه وصح. نعمل لودنج. بعد كده هنا بتبقى كل التفاصيل الخاصه بالاسعار. بيحط لك الاسعار المتاحه خلال بدايه ما انت بتعمل سيرش، مثلا من يوم 21 بان الفيديو ده اتعمل يوم 21 ليوم 30 ابريل، ومن يوم 1 مايو لحد يوم 31/5. تختار طبعا بيزد على المراكب او بيزد على جاهزيه البضاعه نفسها. فاحنا هنختار طبعا من اول مايو او نختار من اول ابريل. لما نيجي ننزل تحت هنلاقي هنا كل البيانات اللي احنا محتاجينها. الترانزيت تايم بتاعنا 14 يوم، وطبعا نوع الحاويه فيها ترانسشيبمنت ولا لا، الشيبنج ويندو من كام لكام، وده السعر التوتال اللي انكلودنج فيها تي اتش سي هنا وتي اتش سي هناك. طبعا انا مش هعرض الاسعار، هعمل عليها هايلايت عشان خاطر بس ما تبانش، عشان خاطر هي المفروض ان هي خاصه بالشركه، فما اقدرش ان انا اعرض حاجه بره صلاحياتي. بس فرانكلي كده بيظهر بعدها انت ممكن فوق تعرف الكونديشنز، تعرف الجداول الخاصه بالشحنه دي
او بالاسعار دي والفري تايم، سواء كانت موجوده في الاكسبورت سايد او الامبورت سايد، سواء كانت في ميناء الشحن او ميناء التفريغ. ويليها برضو الحاويه ال 40 هاي كيوب، بما اننا احنا عملنا هايلايت على ال 20 وال 40 هاي كيوب فهيظهر لنا الاسعار. مجرد ان انا بعمل شو ديتيلز بتظهر كل الاسعار ونقدر نعرف كل تفاصيل الشحنه، سواء كان جدول المراكب اللي متاح بالنسبه لنا وفيما يليه. هنا جزئيه لما بتعمل اد تو باسكت هي نفس الفكره بالظبط بتاعت لو تشتري من امازون، بتعمل اد تو باسكت وبتزود عدد الحاجات، تقول كوانتي وتقول له نيكست ستيب. الجزء اللي احنا بنعمله ده خلاص لو انا عايز اعمل سيف للكوتيشن عشان خاطر اقدر اعمل بوكينج. فهنا بيحط كل التفاصيل بتاعتنا، بنعمل accept term and condition وبنخش على الخطوه اللي بعدها. كده احنا سيبنا الكوتيشن. ده هنا بيقول لك ان ثانك يو ان خلاص عملت سيف للكوتيشن، ودي الكوتيشن نمبر. عندك 3 اختيارات، يا اما تروح الداشبورد وخلاص، يا اما تخش تاخد اسعار جديده، او تخش تحجز دايركت. دلوقتي هنخش نحجز، هيحط لنا الداتا اللي احنا اخترناها سواء كان حوالي 40 او 20 البي او ال البي او دي، وبيعرض علينا السيلينج سكيدول المتاح الفتره الجايه. فانا بختار بيزد عليها، بقول ان الجدول ده مناسب بالنسبه لي او التاريخ ده معين مناسب بالنسبه لي. بيدخلك بعد كده على الكوموديتي، هتلاقيها نفس الستبس ونفس الحاجات اللي احنا بنشتغلها في كل ويب سايت. دايما بتطلع سيف كوتيشن، وبعد الكوتيشن بتحط بيانات الكوموديتي، وبعد الكوموديتي بتحدد الجدول، وبعد الجدول عذرا وبعد الجدول بتخش وبتحط بيانات البضاعه. فانت عندك هنا بيانات البضاعه بتحطها، سواء كنت تحط الاتش اس كود وبتدي شورت ديسكريبشن وبتقول الوزن بتاعك وبتقول الباكينج تايب، مجرد داتا انت بتحتاج انك تحطها عشان خاطر يعرف يعمل لك الشيبنج ديكلاريشن او الشيبنج اوردر اللي تعرف تسحب بيه اذن الشحن. وبتقول الستيب اللي بعد كده. طبعا هنقف في منطقه معينه، هنا بيقول لك كوتيشن نمبر هي بري بيد ولا كولكت، لان انت ممكن تستخدم كونتراكت نمبر بتاع حد تاني. الخطوه اللي بعدها بيطلب منك بيانات البوكينج كلاينت اللي هو مثلا اي اتش اس، الشيبر فور اكزامبل برضه لو اي اتش اس بتحط بيانات الكونسايني، النوتيفاي. بعد ما بتحط البيانات دي كلها، كل دي انت بتدي لهم زي داتا زي ما قلنا زي معظم الويب سايتس او الاونلاين، بس اهم حاجه انك لازم تحط بيانات الشيبر. بعد ما بتحط البيانات انت كده عملت كل حاجه، لمجرد انك بتدوس سبميت انت كده عملت الحجز بتاعك. بيجي لك بقى انستراكشن على الميل او بيجي لك البوكينج على الايميل لو هو ستاندرد. لو هم ليهم شويه طلبات اكتر بيبعتوا لك وبيقول لك ان احنا محتاجين الطلبات دي عشان نقدر نبعت لك البوكينج كونفirmation ان بي دي اف. بس وكده الويب سايت بتاعنا خلص ونخش. وبكده نكون خلصنا الويب سايت بتاع الام اس سي. طبعا انا حاولت ان انا انجز على قد ما اقدر عشان خاطر الفيديو يكون سهل وبسيط بالنسبه للناس في التعامل مع الويب سايت. طبعا حته الريجستريشن دي انا عارف ان هي بتعاني منها ناس كتير وكذا حد كلمني، بس انا اقدر اساعدك لو هي ريليتد لمصر. لكن بره مصر ممكن تكون في طلبات مختلفه، بس هم اكيد كلهم هيطلبوا كوميرشال دوكيومنتس، لازم تكون يا اما شركه يا اما شركه فريت فورورد، قصدي شركات شحن، او شركه اللي هو تاجر، ولازم يكون معاك اوراقك الرسميه سليمه عشان تقدر تبقى ليك اكونت تعرف تشتغل عليه. لو انت مالكش الحاجات دي ما ينفعش ان اي شخص يخش يسجل على الموقع ده من غير ما يكون ليه هويه بمعنى ايه؟ هويه ان هو يا اما يكون تاجر يا اما شركه شحن. لازم الحاجتين دول يكونوا متاحين، ولازم يكون معاه اوراقه سواء كان الكوميرشال ريجستريشن او التاكس اي دي او البطاقه الضريبيه بتاعته. بس لو احتجتوا اي مساعده طبعا انتوا عارفين تقدروا تبعتوا لي على عمرو@gmail.com. وطبعا يعني اشكركم. طبعا الفتره الجايه دي هتبقى فيها ان شاء الله فيديوهات كتيره وهنشتغل اكتر وهنسعى اكتر ان احنا نقدر نفيدكم على قد ما نقدر. الفتره الجايه دي انا بفكر ان احنا نتكلم شويه عن الخطوط الملاحيه، نمسك خط ملاحي ونتكلم عليه ونشوف هل وجهه نظري دي او انا اللي بقوله ده هل فعلا هو ينفع يطبق، او هو فعلا ده ينطبق على الخطوط الملاحيه دي ولا لا. لان انا دايما عندنا اكيد شويه مشاكل في التعامل مع الخطوط الملاحيه او مع بعض الخطوط الملاحيه، طريقه معينه في التعامل، مشاكل معينه هما ما بيتصرفوش فيها، ما بيساعدوش فيها. نقول اسباب ليه الخط ممكن يكون بيسرع العمليه بتاعته، او ان هو بيحاول يسعى ان هو ياخد منك مثلا الفاينل، او بيضطر ان هو يرد لك الحاويه، او الحاجات دي كلها هنتكلم فيها الفتره الجايه عشان نقدر كلنا نستفيد. واللي عنده معلومه طبعا يقدر يشيرها او يقدر يقول لي عشان نتكلم عليها ونقدر ندور عليها. لو عايزين اي حاجه ابعتوا لي على الفيسبوك او ابعتوا لي على
على الايميل او في الكومنتات هنا على اليوتيوب، وانا اقدر ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات، والفتره الجايه دي هيبقى فيها فيديوهات كويسه جدا، وهنستمر في الفيديوهات على اكبر قدر ممكن. معاكم عمرو شويل، السلام عليكم ورحمه الله.